سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. من اومدم با یه ویدیوی دیگه، اما این سری متفاوت، صدا هست تصویر نیست. خب رفقا، همونطور که در جریان هستیم ما برای باکس کولر تلاش کردیم و ستاشون رو به دست آوردیم. درخواست زیادی بود بچه ها برای این که ما گیم پلیش رو بذاریم و میریم برای این کار. منتها قبلش این نکته خدمتتون عرض کنم، من اشنایدر رو تو لیگ ایتالیا ازش بازی گرفتم. بازیکن فوق العاده سرعتی و پا به توپیه، خیلی بازیکن خوبی بود، ولی منتها ترکیب من جایی نداره. میریم بررسی بکنیم گیم پلی کولر و ببتو. بزن بریم. خب بچه ها، من تو بازی اول از ترکیب همیشگی خودم استفاده کردم. فقط دوتا مهاجمای جدید و کولر و ببتو رو آوردم تو فیکس ترکیب تا ازشون بازی بگیرم. البته کولر با توجه به اوورالا و استاتایی که داره، برها نوع سبک بازی خاص خودش رو تو تیم قبول میکنه. همونطور که میبینید ببتو بازیکن خوش تکنیک و پا به توپی هستش که موفق به گلزنی میشه. به نظر من ببتو خیلی میتونه مهاجم نوکی باشه برای کسی که میخوان سرعتی و تو عمق بازی بکنن. حتی این ترکیبی که من چیدم کولر رو به عنوان زوج ببتو قرار داده. حالا بازی رو با هم نگاه میکنیم و دوباره برمیگردم. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى، كانت محاولة جيدة على المرمى. نايمار، بينية جميلة، الآن خطيرة. الله على هذا التسديد. در کل یه نکته راجع به این ترکیب من بهتون بگم. چون ما هدفمون و فوکوسمون روی اینه که از کولر بخوایم بازی بکشیم، اونطوری باید شاید تو این ترکیب نتونستم موفق باشم. ولی در مجموع راجع به ببتو بخوام تو این بازی بهتون بگم، بازیکن خوبیه و از این که من ببتو رو به دست آوردم هم خوشحالم. تا الان اگه ویدیو رو دیده باشین قطعا دقت کردین که تمام ضربه سرای اول رو کولر میزنه. یعنی شما میتونید تو شروعهای مجدد روی این بازیکن حساب بکنین و بتونه براتون گره گشا باشه. حائط دفاعي ممتاز في مباراة اليوم. ميسي، يا إلهي على الارتقاء. نيمار، ميسي، ميسي، زيكو يتدخل ويقطع الكرة. توقع ممتاز هنا، يلعب كرة أرضية. نشوف الرأسية، كرة بعيدة عن المرمى. هذا اللقاء اليوم تمريرة رائعة من دون شك. زيكو، مساحة خالية على الجانب. يان كولر، خب من اومدم امتحانی ترکیب و یه تغییری دادم ببینم کولر تو تک مهاجم چجوری میتونه بازی میکنه. چون موقعی که دوتا مهاجم هستن یه مقدار کولر انگار یه قدم رو به عقب میاد و شیطنت داره تو میانهای زمینم حضور پیدا میکنه. حالا تک مهاجم گذاشتیم و ببینیم که چجوری جواب میگیره. مع الضغط ينجح في استعادة الكرة، يلعبها في المساحة، يحولها للجهة اليسرى. ممتاز في التمرير. كرة عرضية، ضربة رأسية. الله على لعبة خب جميلة. همطور که دیدین ما با تغییر ترکیب و تک مهاجم کردن کولر تونستیم به نتیجه برسیم و با این بازیکن گل بزنیم. من تو بازی بعدی هم با همین ترکیب دارم شروع میکنم و دیوید بکام هم اضافه کردم تا بتونیم از قدرت سانتر و دقت سانتر دیوید بکام استفاده بکنیم و بتونیم به نتیجه برسیم که با کولر گل بزنیم. كرة طويلة للأمام. كولر
يحاول فك ليونيل ميسي. الركنية ضاعت ولا تمكن من المرور، والرأسية في هذه الأوقات قوية الرأسية لكن غابت الدقة. الفرصة جيدة بالطبع وممكن في المرمى ممل، واخر من يرى اسلوب ممتع في كرة القدم، لكن بعيدا عن هذه الآراء الشخصية نحن نتحدث هنا عن اسلوب يحتاج إلى لاعبين. كرة رأسية. خب تو بازی بعدی ما از ابتدا با ترکیب جدیدی که چیده بودیم شروع کردیم. ببینیم همون موقع شروع بازی و شروع مجدد اگه دقت کنیم من اکثر پاسا رو بلند برای کولر میندازم تا بتونم موقعیت ایجاد کنم. یعنی شما رو ضربه سرا و نبرد هوایی قطعا میتونید 100 روی کولر حساب بکنید. فرصة ليفوت مثل هذه الكرات. أيترك مثل هذا أمام المرمى. أولد ترافورد، هنا اللون الأحمر، هنا التاريخ، هنا الأجواء، هنا الإثارة. أهلا بكم في باقي مان يونايتد، ملعب أولد ترافورد الكبير. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. مانشستر يونايتد ضد بوكا جونيورز. كرة من مسافة بعيدة عن المرمى ولا أعتقد أنه راح يسددها. خب بچه مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردیم. من یه جنبندی راجع به این قول 2 متری بهتون بدم. بازیکنیه که رو نبرد هوایی کاملا موفقه، ضربه سراش به تقریبا قدرت شوتو داره، خیلی محکم ضربه سر میزنه، قدرت بدنی فوق العاده بالایی داره، در عین حال میتونه بازی سازی هم بکنه و پاسا رو به جناحین بده. چه بسا که تو ویدیو اگه دقت کرده باشین من یه پاس تو عمق دادم برای مسی و موقعیت تک به تک ایجاد شد. شوت‌های فوق‌العاده قوی میتونه بزنه و یه نکته دیگه هم که باز اگه ریزبین بوده باشین توی ویدیو، شوت‌های فوق‌العاده وانتاج و تک ضربی میزنه. یعنی توپ به دستش میرسه سریع، یعنی شما شوتو بخوای بزنیم امون نمیده، شده با نوک پا بغل پا شوتو میزنه. در مجموع من بخوام به کولر از 10 نمره بدم، نمره 8 با ارفاق 9 میدم، چون بازیکنیه که فقط تنها عیبی که داره یه مقدار سرعتش پایین تره، ولی به عنوان تمام کننده و فینیشینگ و کسی که میتونه نبردهای هوایی پیروز بشه بازیکن فوق العاده ای و کسی که این بازیکن رو به دست آوردن بهشون تبریک میگم و کسی هم که بازیکن رو ندارن اگه دوباره یه همچین پکی داد قطعا بزنید، ضرر نخواهید کرد. دقة كبيرة متناهية في التمرير. الله ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام. مانشستر زيكو والبينية تبحث عن المنطلق. عرضية من نايمة، يا سلام على الرشاقة، إبعاد الكرة بدون أي مخاطرة. وجد طريقة للمرور، كرة عرضية الله على قفزة. بوكا جونيورز كان في بعض التسرع هنا لكن تكرار المحاولة راح يكون أفضل بالتأكيد. واضح هناك تسرع، الأمور تصبح. نشوف الرأسية، الله على الكرة في المرمى، روعة واحتفال جميل ومشاعر طاغية، يا لجنون كرة القدم. ميسي يرسل كرة من الخلف، نايمار وصول لبر الأمان مع فارق الهدفين. آخر شيء ممكن يتمناه الفريق الآن هو أن يستقبل هدف، لأنه راح يشعل مباراة من جديد في هذا الوقت. من الضروري التركيز في هذا. زيكو ارتدت الكرة من العارضة، الكرة داخل منطقة الجزاء. غوارديولا بلا صعوبة في قطع هذه الكرة، يسيطر على الكرة. يان كولر عن هذا، أي قوة، أي صلابة، أي جدار هذا. يحاول أن يلعب كرة بينية، هل يسجل؟ هجوم لا يتوقف. الله على كرة في الشباك.
الأحلام. يا إلهي، أجواء كبيرة جدا في مدينة مانشستر الإنجليزية، هنا في معقل مان يونايتد. مانشستر يونايتد في مواجهة مانشستر يونايتد. يان كولر، لعبة رائعة الآن. يان كولر، إبعاد الكرة مطلوب هنا عن المنطلق. فالفيردي لاعب وسط متكامل، لا أعتقد أن هناك الكثير مثله حول العالم حاليا. يطلقها بيكام، لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. هذه زيكو يشتت الكرة بعيدا، يحاول تمريرها من بين المدافعين. أرياس فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية، عدى وتوغل هنا. تفكير سليم هنا بإبعاد الكرة. يا إلهي على الارتقاء، مغامرة من أجل استعادة الكرة. الكرة ملعوبة إلى الأمام. تمركز أهم صفة للمدافع، تميز في قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. يا سلام على الفرصة، يبعد الكرة عن مناطق الخطورة. دفاع قوي جدا هنا، يمر ويلعب كرة بينية. ليونيل ميسي أخطأ لكنها مرت بسلام. يان كولر، زيكو كان في حالة توهان. مانشستر يونايتد يتطلع لاستغلال الهجمة المرتدة. تحول سريع في الملعب. يان كولر، يان كولر مرة أخرى، حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. بيكام، والفرصة خطيرة. يا إلهي على كرة، على فرحة، على لقطة جميلة، على هدف خيالي. الله على هدف يريح الأعصاب ويعزز التقدم ويؤكد العزم على الانتصار. تساهلوا في الضغط عليه، استحقوا العقاب منه. أيترك مثل هذا أمام المرمى؟ يا له من خطأ كبير على الدفاع. ارتكبوا هفوة بترك المهاجم الهداف. رأسية جاهزة، يلعبها في المرمى. جول! انتهى كل شيء بهذا الهدف. مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة. ايش من كرة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. يا سلام على كرة رأسية، عمل كبير في الهجوم، توقع وتحرك وضربة مميز. صارت عند يانكو، خطيرة الكرة. فعلها وسجل كرة في الشباك. الشغف والحماس واضح هنا. صاحب الهاتريك لن ينسى هذه المباراة. تحرك في منتهى الروعة، راوغ المدافعين وكأنه لا يرى أحدا في طريقه. قوية من نيمار. الله على لعبة جميلة، على كرة مثيرة، على هدف يحرك الجماهير. أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء، وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. مانشستر يونايتد عنده حمى تهديفية اليوم في شوط أول، لا يتوقف عن التسجيل. نعود الآن للتغطية مع بداية شوط اللقاء الثاني.
حتى الآن لم يتدخل أي مدرب في إجراء تغيير. عرف كيف ضربة رأسية، فرصة من جديد. يا عيني على كورة في المرمى، يا عيني على جمال الهدف وروعته، أي إبداع هذا. يونغ مين سون، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. باتجاه الأمام. خب بچه ها تو بازی آخر که قشنگ قلق ترکیب دستم اومد و ترکیب که مناسب کلر بود رو پیدا کردم. کسی که هم بازی کنم پیشنهاد دادم چه ترکیبی رو بچینم و ماشین گلزنی تیمم که روشن شد و بازی ما تونستیم با پیروزی پشت سر بگذاریم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و هر نکته و نظری دارین تو کامنت ها بذارین. خوشحال میشم با هم صحبت بکنیم و مرسی از این که تا اینجا ویدیو نگاه کردین. مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.